وصفتنا بقى النهاردة هنعمل الحواوشي الاسكندراني، وصفة كلنا طبعا بنحب الحواوشي. هنعمل من اول العجينة لحد طريقة التسوية بتاعة اللحمة. وكل اللي انا هحتاجه عشان اعمل العجينة 2.5 كوباية من الدقيق، وبعد كده هحتاج رشة من الملح، وبعد كده معلقة من السكر، ومعلقة ونص صغيرة كده من البيكنج باودر. وبعد كده هحط على البيكنج باودر بق كده يعني نص معلقة من الخل، ودوت بيخلي فيه عرق كده للعجينة وبيخليها طرية قوي وحلوة قوي. وبعد كده هحط بقى المية واقعد اقلب بقى لحد ما العجينة تتجمع معايا. وهنا بقى انا طبعا غاسلة ايدي كويس جدا، قعدت بقى اقلب العجينة كده بايدي لحد ما تعجن كده معايا. وبعد كده حطيت رشة من الزيت، ودي شكل العجينة بعد ما عجنتها. سيبها على جنب ترتاح كده شوية. بعد كده هعمل بقى الخلطة بتاعه الحواوشي اللحمة. هنا حطيت قرنين من الفلفل، او سواء حراق او بارد اللي احنا نحبه. يعني لو حابين الحراق ممكن نحط قرن فلفل حراق. وحطيت الطماطم والبصل، وبعد كده ضربت كل دوت. وعلى اللحمة نزلت بقى كل الخليط اللي انا عملته. حطيت بقى رشة من الملح، ورشة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من البابريكا، ورشة بسيطة من الكمون، وبهارات اللي هي السبع بهارات او ال11 بهارات المتاحة عندنا، او بهارات اللحمة. وبعد كده قلبت كله مع بعض. هسيب بقى اللحمة على جنب. هنا بقى بعمل العجينة بقى بتاعتي. رحت حاطة شوية من الدقيق، وبعد كده قسمت العجينة بتاعتي على كور صغيرة. وبعد كده قعدت اعمل بقى العجينة لحد ما اخليها على شكل دورية. وهنا في واحدة كبيرة اكبر من التانية. الكبيرة دي اللي انا هحشيها الاول. هنزل هنا اللحمة المفرومة وهوزعها كويس جدا. وبعد كده بعد ما اوزع الكمية بتاعتي هنزل علي، يعني هحط فوقيها العجينة اللي هي الصغيرة. وبعد كده هنا هعمل الاطراف بالشكل ده، وهجيب شوية من المية وهعملها كده بالاطراف بتاعه العجينة بتاعتي، عشان لما اجي اطبق كل ده يلزق في بعض وما يتفتحش مني وانا بسويها. هنا بقى بلف كل الاطراف في العجينة في بعض لحد ما يبقى الشكل بتاع الحواوشي الاسكندراني اللي احنا بنجيبه من بره. وده الشكل بتاعه على صينية كده لحد ما الجريل بتاعي حطيت فيها شوية زيت. وهنا بقى نزلت شوية زيت على الرغيف بتاعي من فوق. اول ما الجريل بتاعي يسخن هنزل الرغيف بتاعي وهقوم مغطياه عشان يستوي كويس قوي. وبعد كده اول ما بياخد لون هقوم قلباه الناحية التانية. وده شكلها كان حلو قوي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا على متابعتكم.